السلام عليكم. يوم سعيد إن شاء الله، وإن شاء الله أسبوع ناجح وموفق عليكم جميعا. النهاردة كنت عاوز أحكي بقى عن حكاية مهمة جدا جدا، وهي حكاية أكل الشارع. حكاية أكل الشارع دي حكاية خطيرة الصراحة. يعني أنا من زمان نفسي أتكلم فيها، ودايما بكلم اللي حواليا فيها. يعني أنا مثلا لما بروح الشغل باخد معايا أكل، بجيب أكلي من البيت. ليه بقى؟ طبيعي جدا وأنت بتعمل الأكل ممكن ايدك وانت بتعمل بيها ديت بتبقى زي ما بتنقل بقى جراثيم وميكروبات اللي هو سواء بكتيريا ولا فطريات او كده. كمان انت خلايا جسمك طول الوقت انت لما بتعمل كده اهو في خلايا بتقع منك، واخد بالك؟ غير بقى شعرك اللي بيقع، غير كذا غير كذا. فطبعا حتة ان حد يعمل لك الاكل لازم مش بس تبقى مهتم بنظافته، ان هو بيغسل ايده قبل ما يعمل لك الاكل، لا كمان لازم يكون لابس اللي هو كيس البلاستيك، الجلوفز البلاستيك، او لابس اللي هو اللاتكس، اي حاجة يعني. ليه؟ يعني احنا الحمد لله احنا قطعنا شوط كبير جدا في مصر في الفود سيفتي اندستري، سلامة الغذاء. كل المصانع اللي بتعمل مكملات، بتعمل أغذية، بتعمل أطعمة، بقت بتلتزم بالهايجين بروتوكولز يعني، وبقت مهتمية جدا بالسلامة بتاعة الأكل. إن حتى الموظف اللي بيشتغل بيعمل أكل لازم يحافظ على نفسه، على إيده، بيغسل إيده إزاي، بيلبس إيه، هيرنت، بيلبس ماسك، بيلبس كل الحاجات دي. الفكرة بقى في أكل الشارع إن مفيش عليه الحتة ديت. إحنا أكل الشارع عندنا رقابته كلها بتنتهي عند شهادة الصحة، اللي هو الدكتور بيشوفك انت كويس تمام. لكن حتة بقى البروتوكول بتاع النظافة وسلامة الأكل وسلامة إن أنت لما تغسل إيدك قبل ما تعمل الأكل، لما بتعمل الأكل لازم تكون لابس جوانتي. فيا جماعة ما ينفعش نروح ناكل من عند حد، يعني ناكل من الشارع ونبص نلاقي الراجل قاعد بيعمل لنا الأكل ويحطه بإيديه، أو بيعمل بإيديه، أو يدعك طبق الفول بإيديه. دايما معروفة أوي عربية الفول كده، وراح لامم لك طبق الفول كده. ما تنفعش، ما يعني بكل حال من الاحوال دي صحتك انت، وانت كواحد بتعمل اكل حرام عليك. الناس ديت ضميرك فين؟ الناس دي يعني ربنا يسألك عليهم. انت خد بالك، انت ممكن تكون ايدك فيها نقطة عرق، ممكن تكون فيها. تخيل لو كل يوم انت بتاكل ميكروبات وبكتيريا من بره. انت جسمك ده عبارة عن في معدة. المعدة دي اللهم صل على النبي، الحمض اللي فيها بيقتل كل حاجة. في ناس الحمض بتاعها مش في المستوى الطبيعي بتاعه، فما بتقدرش تقتل كل حاجة. في ناس ما بيبقاش عندها أصلا بكتيريا نافعة، فما بتقدرش برضو تقاوم الميكروبات اللي داخلة من بره. ما هو ربنا عامل لنا حائط كده اسمه البكتيريا النافعة، اللي بناكلها بقى، اللي خدناها ساعات لما كنا بنرضع لبن من أمهاتنا، اللي بناكلها مع الزبادي مع اللبن، مع الحاجات دي بكتيريا نافعة. البكتيريا ديت بتبقى واقفة زي حائط صد للميكروبات اللي داخل. طيب انت لو كل يوم بتاكل ميكروبات ضارة هيحصل معاك ايه؟ طبيعي هتتعب. فعشان كده رسالتي يا جماعة، أكل الشارع إن ما كانش اللي بيعمل لنا الأكل يلبس في إيده بلفظ بلاستيك على الأقل، ما ناكلش من عنده. ورسالتي لكل واحد بيعمل اكل بيقدم للناس، خد بالك انت ربنا هيسألك. صحة الناس ديت اللي بتاكل من وراك عشان تشتغل وتعمل، انت اللي مسؤوليتك. فخد بالك منها، يعني خد بالك منها، وحاول تلبس كيس بلاستيك، جلافز كيس بلاستيك وانت بتعمل الاكل للناس.